السلام عليكم. قصتنا اليوم عن طفل اسمه أشرف. بداية القصة، هذا الطفل عايش ويا أمه وأبوه، وما عندهم طفل غيره. عايشين بأحد القرى الفقيرة، وحالتهم المادية كلش تعبانة. أم أشرف تمرضت بمرض، نامت بالفراش بسببه، وبعد ما تقدر تسوي أي شيء ولا تشتغل. وكان أبوه بالقوة يجمع فلوس حتى يجيب لهم أكل، وما عنده إمكانية ياخذ زوجته للدكتور على مود يعالجها، ولا عنده مصاريف العلاج. أشرف كان كلش متعلق بأمه وحزين بسبب مرضها، وكان يطلب من أمه إنه تخليه يترك المدرسة حتى يشتغل ويا أبوه ويجمع فلوس العلاجها، بس ما كانت تقبل، وتقول إله وهي على فراش المرض: ابني، أنا أمنيتي إنه أشوفك تصير دكتور، وما راح أخليك تترك المدرسة، وحتى لو أنا متت لا تعوف دراستك، وأريدك توصل لهدفك وتصير دكتور وتعالج العالم الفقراء اللي مثلنا، وما تاخذ منهم مبالغ كبيرة. أشرف وعد أمه إنه يحقق أمنيتها ويكمل دراسته ويصير دكتور نفس ما رادت. وبعد ما شاف أمه شلون مريضة وكل الدكاترة يطلبون مبالغ كبيرة على علاجها، وأبوه ما عنده إمكانية، وللأسف بعد فترة من الزمن توفت أم أشرف بسبب المرض. قبل لا نكمل أحداث القصة وشنو صار ويا أشرف بعد ما توفت أمه، أريد منكم وأنتم تشاهدون المقطع تسوون لايك حتى يوصل لكل المتابعين، واللي ما مشترك بالقناة دوس اشتراك. وبدون ما أطول عليكم نكمل الأحداث. بعد ما توفت أم أشرف، صار الطفل يمر بظرف صعب وحزين كلش، ونفس الوقت كان يتذكر الوصية مال أمه من قالت له لازم تكمل دراستك، وبقى مستمر بدراسته. بعد وفاة أم أشرف بأشهر قرر أبوه إنه يتزوج مرة ثانية، لأن هم قاعدين بقرية فقيرة، والأب دائما يشتغل، ولازم تكون أكو مرة بالبيت على مود تطبخ وتقوم بواجباتها. وفعلا تزوج مرة جديدة، وبدت معاناة أشرف ويا مرة أبوه. مرة أبوه طلبت من أبو أشرف إنه يبطل ابنه من الدراسة ويطلع وياه للشغل على مود يجمعون فلوس أكثر، بس أشرف رفض الفكرة، وقال لمرة أبوه إنه أنا اطيت كلام الأمي قبل لا تتوفى، وقلت لها إنه راح أكمل دراستي وأحقق أمنيتها وأصير دكتور. فمرة أبوه كانت تضحك عليه وتستهزئ بحلمه، وتقول له أبوك بالقوة يجيب لنا أكل ناكله، وأنت تريد تصير دكتور، ومنعت منه مصاريف الدراسة. ورغم هاي استمر يروح للمدرسة بدون مصرف، ولا ياكل إلا من يرجع للبيت. وكانت مرة أبوه الضايقة والضربة وتقول له عوف الدراسة واطلع ساعد أبوك بالشغل، وهو كان رافض الموضوع رفض قاطع، إلى أن مرة أبوه دفعت أبو أشرف عليه وقالت له هذا ابنك ما بي أي فائدة ولا نفع، ومجرد قاعد ويانا ياكل وينام وما يقبل يشتغل، فأما طرده من البيت أو تطلقني. وللأسف أبو أشرف أخذ ابنه للمدينة وخلاه بملجأ الأيتام وتبرى منه. من بعد هذا الموقف ما استسلم أشرف، وقرر يكمل دراسته وهو بالملجأ، ونفس الوقت كان عنده مبلغ بسيط أبوه اعطاه له من عافه بالملجأ، فبدأ يشتغل ويجيب نوع من الحلويات ويبيعها بالسوق بسعر رخيص، مجرد يكفيه المصاريف الدراسة والكراوي. فكان يقعد على الرصيف ويخلي قدام الحلويات اللي يشتروها الأطفال، ونفس الوقت ياخذ كتابه وياه ويدرس بنص هوسة السوق. وبقى فترة طويلة هو على هذا الوضع، يبيع بالسوق ويقرأ بنفس الوقت. وبيوم من الأيام بالصدفة مر أحد التجار الكبار بالسوق، وكانت عنده محلات تجارية، فيروح عليهن يلم الإيجارات. وكان فايت بالسوق بسيارته، وصارت عينه على أشرف، فلفت انتباهه هذا الطفل اللي يبيع حلويات بسيطة وقاعد على الرصيف ونفس الوقت جاي يدرس وما عايف كتابه. فالتاجر نزل الجامة مال السيارة وصاح على أشرف،
وقال له أنت ليش جاي تبيع بالسوق وبعدك صغير وجاي تدرس؟ السوق هوسة وما راح تقدر تركز بدراستك. فأشرف جاوبه وقال له ما عنده غير حل ومجبور على هذا الشيء. فالتاجر قال له ليش وين أهلك؟ أشرف قال له أمي متوفية وأبوي اتزوج مرة ثانية، وهاي المرة طردتني من البيت لأن تريدني أبطل من الدراسة، وأنا رفضت طلبها لأن كنت مواعد أمي قبل لا تتوفى إنه أصير دكتور. كلش تأثر هذا التاجر من كلام وقصة أشرف، فقال له أنا راح أتكفل بيك وأوصلك لحلمك وأوفر إليك كل شي تحتاجه. وبدت حياة جديدة لأشرف، وابتعد عن السوق والملجأ والتعب، وعاش ببيت التاجر ويا ولده، وطاه غرفة خاصة بيه وسجله بأحسن المدارس بالبلد مالتهم. واستمرت حياته ويا التاجر على طول السنين يدرس، وبدأ يلزم شغل ويا هذا التاجر وحسبه نفس أبوه. وبعد سنوات من الدراسة كمل أشرف جامعة وتخرج من كلية الطب، وحقق حلمه ووصية والدته وصار دكتور. وكان كلش فرحان بالشي اللي وصل له، وما نسى فضل التاجر عليه، بس بنفس الوقت كان كلش حزين لأن أمه ما عايشة وتشوف لحظات تخرجه وتحقيق حلمه. وبعد فترة فتح العيادة الخاصة مالته وبدأ يعالج الناس بأرخص الأسعار تنفيذاً لوصية أمه اللي قالت له إذا صرت دكتور أريدك تعالج الفقراء وما تاخذ منهم فلوس ما يقدرون يوفروها. واستمر بعيادته وصار أحد أشهر الدكاترة بمدينته. وبيوم من الأيام صارت الصدمة. أشرف قاعد بالعيادة مالته نفس كل يوم وجاي يستقبل المراجعين والمرضى، فإجت السكرتيرة مالته وقالت له إنه أكو رجال ومرة كبيرة بالعمر جايين بدون موعد وحجز أدخلهم، فقالها خلي يدخلون. ومن دخلوا انصدم أشرف إن اللي جايين عليه هم أبوه وزوجته. انصدم أشرف من شاف أبوه بعد سنوات طويلة من تبرى منه، وشاف شلون صاير رجال عجوز وكبير بالعمر، فدخلوا يمه وما كانوا يعرفون إنه هذا ابنهم. فالرجال اللي هو أبو أشرف قال له دكتور اجيناك من فلان قرية وزوجته مريضة ووصفوك إلنا إنه أنت تساعد الفقراء وإحنا ما عندنا إمكانية وحالتنا ضعيفة. فأشرف قال لهذا الرجال حجي ليش جايين وحدكم وأنتم بهذا العمر؟ أبنائكم وين؟ ليش ما حد وياكم ويساعدكم؟ فأبو أشرف قال له ما عندي ابن، كان عندي بس واحد وتوفى وهو صغير. بس أشرف جاوبه وهو كله حزن وغضب وقال له ابنك توفى لو شمرته بدار الأيتام. فأبو أشرف انصدم وقال له دكتور أنت شمدريك بهاي المعلومة؟ فأشرف قال له لأن ابنك اللي استهزأت بحلمه وشمرتوه بدار الأيتام وهاي المرة اللي وياك كانت تضربه وتأذيه هو نفس الدكتور اللي قاعد قدامكم وجايين تتعالجون يمه. انصدموا أبو أشرف وزوجته بعد ما تأكدوا إنه هذا فعلا أشرف ابنهم اللي طردوه الملجأ الأيتام، وكان الحزن والندم مبين على وجوههم. فكمل أشرف كلامه وقالهم كل شي بهاي الدنيا هو سبب، لو ما طردتوني وأنا صغير كان ممكن ما أصير دكتور وبهذا المستوى، بس لأن طردتوني فالله عوضني وشافني أحد التجار وأنا بيع على الرصيف بالسوق وساعدني ووصلني لحلمي، وأنا ما راح أعوفكم نفس ما عفتوني. وأخذ أشرف أبوه وزوجته وطلعهم من القرية القديمة وقعدهم ببيت داخل المدينة قريب عليه، وكان يوفر لهم الأكل والشرب وما يخلي أبوه يشتغل وهو رجال عجوز. وعالج زوجة أبوه المريضة اللي كانت تضربه وتقول له ما راح أصير دكتور، وبالتالي اتعالجت من مرضها على إيده. من هاي القصة راح نعرف معنى جزاء الإساءة بالإحسان. رغم تعاملهم وياه عاملهم بطيب وغير حياتهم. والعبرة الثانية إنه اللي يريد يوصل الشي بحياته راح يقدر يسوي المستحيل إذا كانت عنده الإرادة والقوة. مو من أول موقف تنكسر وتعوف أحلامك، لو تطلع راسب بالدراسة وتبطل وتقول أنا فاشل،
أكو عالم يرسبون مرة ومرتين وثلاثة وكملوا مسيرتهم وتخرجوا ووصلوا للشي اللي يردوه. أريد منكم تكتبوا لي بالتعليقات شنو الدرس اللي تعلمتوه من قصة أشرف. كل من يكتب رأيه بالقصة وشنو افتهم منها. وأكيد أتمنى ما تنسون تخلون لايك للمقطع، لأن اللايك كلش مهم للقناة. وإذا أول مرة تدخل القناة فأنصحك تشوف مقاطع البقية وتشترك بالقناة حتى ما يفوتك أي شيء أنزله. وبس، أشوفكم بخير بمقطع جديد.